مع بعض النهارده كل الناس بتحبها، لاول مره اعملها معاكم، والاول مره برضو اجربها. يلا تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، هتطلع ناجحه معانا ولا مش ناجحه معانا، علشان اول مره اعملها. يلا بينا. كوبايتين زي ما انتم شايفين كده سكر. انا قلت لكم الاول انا هعمل ايه، نسيت اقول لكم انا هعمل ايه. انا هعمل تفاح الشام. طبعا يلا انتوا عارفين التفاح الشام، بيبقوا قاعدين كده على الشط، والبياع بيبقى ايه قاعد بقى ايه معدي عليكم كده. وطبعا الواحد ما بيزهقش منه، لو طول تاكل معاه كله هاكلها. اه والله العظيم هاكلهم يعني. انا كوبايتين سكر زي ما انتم شايفين. السيرم بتاعي هعمل كوبايتين من السكر، طبعا كوبايتين طبعا من الميه. انا بسيبهم كده لحد على النار يا جماعه، لحد ما ان شاء الله السكر ده ما يبقاش له اثر خالص في البوله. تمام. وهنا التفاح بتاعي غسلته، تفاح بلدي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول. حبيبي يا رسول الله، كل سنه وحضراتكم طيبين. هنا بقى يا حبايب قلبي التفاح ده انا غسلته، وزي ما انتم شايفين كده قمت حطيت الشوك اللي انتم شايفينها دي. طبعا هي بتبقى خله، انتوا عارفين الخله بتبقى متواجده في اي بيت، بس ما كانتش متواجده عندي. فقمت اتصرفت، ليش قال لي تتصرفي، فقمت حطيت الشوك كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا رؤيه قرفاني وجنبي وعايزه تعمل معايا، وهي اللي دلقه السكر في البوله كده، فهي بتحب قوي، عاوزه مش عارفه في ايه. هنا بقى خلاص يا بنات السكر خلاص ما عادش له اثر خالص، ولا قلبته ولا حاجه خالص، وضفت ليمونه حالها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيب العسل يتقل معايا شويه واقوم عفوا احط له ايه اللي هو العسل الجلوكوز معلقتين كده. انا عاوزه العسل يبقى تقيل معايا يا بنات. تمام زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. الاول مره تشوفيني متنسيش بقى بالاشتراك الجميل حبيبه قلبي، والكومنت الجميل اللي زيك، واللايك لايك لايك. ولو انت مشتركه عندي متنسيش اللايك يا حبيبتي، علشان خاطر انت بتنسي اللايك. واشكركم جدا جدا لكومنتاتكم الجميله الحلوه، بتديني كده حماس كده اعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر. ربنا يجزيكم كل خير. وانا ما رضيتش ان انا اجربها الاول، انا قلت انا هجربها وهصور، طلعت ناجحه هنزلها، ما طلعتش ناجحه انا مش هنزلها. طبعا مش هنزل لكم حاجه وحشه، ومش هنزل لكم حاجه انا يعني ايه عشان تيجوا تعملوها مثلا زي يعني تطلع مش حلوه تدعوا عليا. فبناقص من الكلام ده كله، لازم اقدم لكم الحاجه الحلوه، وهي الحمد لله بقت يعني طلعت ناجحه معايا، واحسن ما بتيجي من بره كمان. والعيال كلها خلصوا عليها خلصوا عليها، مش قادره اوصف لكم حلاوتها وجمالها. خلاص يا بنات. هنا بقى ايه حطيت السيرم، انا خلاص قفلت النار، فقمت حطيت قصدي ايه البتاع ده. الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. معلقه الجلوكوز بتاعتنا، وقلبتها خالص. وهي ايه خلاص بقى انا عايزه السيرم بتاعنا تقيل جدا. تمام. وجايبه لون احمر كده من العطار، هتشوفوا معايا دلوقتي. خلاص انا كده هنا بقلب السيرم بتاعنا، هسيبه برده شويه كمان يتقل، عشان مش هو ده القوام اللي انا عاوزاه. نزلت اهو زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، اللون بتاعنا هو احمر. يلا بقى جربوها كده، فرحوا اولادكم. يلا احنا بقى ايه خلاص الجو ده عاوز مصيف، للاسف مش هينفع اروح الايام دي عشان انا ابني في سنه ثالثه ثانوي. دعواتكم معايا يا بنات، وكل اللي بيشوفني يا رب يعني تدعوا له كده انه ينجح هو وكل اللي زيه، اللهم امين، ويجيب لي مجموع حلو كده يا رب، عشان انا يعني انتوا عارفين يعني. ربنا اللي يستر، ربنا يستر ان شاء الله. هنا بقى بنات خلاص بقلبه خالص كده خلاص، وهسيبه لحد برضو ما يتقل شويه، علشان هو كده اصلا برضو مش مديني التقل اللي انا عايزاه. خلاص هنا تقل يا بنات اهو، بصوا قوام، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابدا احط بقى التفاح بتاعي، بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصراحه يعني انا فرحانه ان انا الاول مره اعمله طلع نجاح معايا. بصوا هيبقى بالشكل الخرافه ده، تحفه. يلا بقى قولوا لي في الكومنتات يا ساره. علشان انا فرحانه ان طلعت ناجحه معايا، طلعت ناجحه معايا بصراحه، فالواحد فرحان. ايه رايكم يا بنات؟ يلا جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. والله العظيم احسن ما بتيجي من بره ومن نشتريها من بره. هفضل بعمل كل ده لحد ما تنشف خالص، العسل يعني ينشف،
وتحط في التلاجة كده، وطلعيها كده حبيبة قلبي وابدأي كليها بقى. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي اللي هيجربها، وألف هنا وشفا على اللي أكلها. ايه متنسوش اللايك، انا لسه يعني ايه بفكركم باللايك حبايبي علشان تنسوا اللايك. وفي اوقات كتير انا بشوف حد بدخل كده على القناه بتاعتي الاقي المشاهده من غير اللايك، بزعل بصراحه. مش المشاهده كمان، وكومنت من غير اللايك. يعني انتي مكسره تحطي ايدك على اللايك تضغطي. والله العظيم انا بزعل، والله العظيم انا عمري ما دخلت لحد فيكم الا لما احط اللايك الاول قبل الكومنت، قبل كمان ما اقرا العنوان. يلا يا ستي، شفتوا بقى؟ يعني الصراحه الواحد عنده ضمير جدا في شغله. بس كده هنبدا نخلص بقى ايه كل الكميه كلها، وهتطلع بالشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. ايه رايكم بقى؟ قولوا رايكم ايه، وان عجبكم الفيديو ربنا يخليكم ليا يا رب، واشكركم جدا جدا جدا. واستنوني في فيديوهات تانية احسن واحسن. وهو ده الشكل حبيبي النهائي. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. مع السلامة، باي باي.